طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك كلب اخوك فيديو جديد وعن تحديث نسخ العكس، نسخ حظر الارقام. اجيب لك التحديث بتاع نسختين دلوقتي، الصفراء والحمراء، وهعرفك كل حاجه وازاي تستنسخهم وتتحمل كل ده. تمام، هسيب لك لينكات طبعا في وصف الفيديو، لينكات مختصره طريقه التحميل برضو موجود. فلو كان صاحبي اللي انت مش مشترك في القناه، زي مش مشترك في القناه، فعل زر الجرس، لو كومنت الفيديو، خش على قناه التليجرام، بنزل هناك التحديث مباشر، وكلمني لو انت عايزه مباشر. تمام. اول حاجه، دي طبعا النسخ العكس، دي النسخه اللي هي ايه، الصفراء. دي اللي هو التحديث، اللي هو أول نسخة خالص. دي التحديث، دي اللي متحدثة، هتلاقي بالشكل ده كده. قلتلك دي النسخة هي بس التحديث اللي فات هتلاقي برضه بتطلب منك تحديث، ده التحديث القديم، أو بقولك داونلود التحديث والكلام ده كله. خش عليها تحديثات، أو بقولك في تحديث، نطلع من دي، خش على دي اللي هي متحدثة. تمام. التحديثات، بقولك دي آخر إصدار. تمام يا شباب، دي كده النسخة بالشكل العادي. طبعا مش عايز أغير اللون بتاعها عشان الناس اللي اتعودت عليه. عندك زر العكس، طبعا ده متفاعل كده. تفعل زر العكس اللي انت تستحضر الأرقام بقى والشغل ده كله. 3 نقط، تيجي عند رسالة رقم غير محفوظ، تحط الرقم انت عايز تغيره، خلق جوه الشات بالشكل ده. تمام. أحسن حاجة في النسخة بقى اللي كله بينزل نسخة عشانها، نسخة ضرب إبلاغات. تقدر تعمل أكتر من 100 إبلاغ في أقل من دقيقة. أفضل أعمل إبلاغات عادي براحتك. علامة الصح دي متشالة، انت اللي بتحطها بنفسك. الإبلاغ أي فيها نسخة تانية عادية، وتعمل إبلاغ بتطلعك برا الواجهة دي كده، وتخش من تاني عشان تعمل الإبلاغ التاني. لأ، انت دي الشاشة ثابتة هنا، وتعمل إبلاغات براحتك. خلص من برا الشات، تخش جوا الشات نفس الكلام، تخش تبلغ عنه، تيجي عند آخر إبلاغ معاك، تفعل علامة الصح، تطير الشات. تمام. دي كده النسخة الصفرا، طبعا فيها كل الإضافات بتاعتها اللي هي بتاعت GB، اللي هو الريكورد والستوري والحاجات اللي هي العادية بتاعتها. مش عايز أضيف فيها إضافات لأن نسخة الحظر وبس. هنضيف فيها الإضافات بتاعتها اللي هي العادية. تمام يا شباب. عندك بقى النسخة اللي هي التانية اللي هي الحمرا دي، ده التحديث الجديد، تلاقي ينزل معاك بالشكل ده كده. تمام. ده فيه شوية إضافات جديدة كده وحلوة. أول حاجة اللي هي الواجهة دي الجديدة فيه، دي كانت الدردشات. طبعا برضو زر العكس هنفعل فيها، بس بلغ عن الشات هتلاقي الواجهة الجامدة دي، نسخة باللون الأحمر، تبلغ عن الرقم، تم إرسال البلاغ. برضو الشاشة ثابتة. عندك هنا الصورة ديت اللي مكتوب عليها اسمي، دي الصورة ديت لو الشخص التاني مش حاطط صورة بيدور لك الصورة دي. تمام. عندك هنا كل الإضافات في النسخة ديت، إضافات جامدة جدا. في حاجة كمان اللي زي التليجرام، اللي هي ايه، بص كده عند الريكورد دي، تقدر تصور فيديو ليك لنفسك بالريكورد زي التليجرام كده، بس ايه، ضغط برضو عليها تقلب لك الفيديو. اهي تقدر تصور فيديو برضو عادي، تضغط عليها وتعمل متابعة وتفتح الكاميرا عادي جدا. السيل اللي بتسجل ريكورد، ضغط عليها واحدة وتسجل ريكوردات عادي برضو تاني. تمام. عندك هنا كل الإضافات، هتحط البند بتاعك، تطلع تعكس على الرقم وتبلغ عليه، تخش تبلغ من جوه الشات عادي. كل حاجة موجودة. نسخة جامدة جدا في الحظر، اللي هي نسخة قوية تحذر معاك جامدة جدا. تمام. طب تعالى بقى ازاي تستنسخ النسخة اللي عندك وتحدث اللي عندك كلهم. يعني مثلا عندي نسخ كتير كده من النسخة دي، ده كله متحدث. طب ازاي؟ طبعا انت هتكون محتاج عندك MT مانجر، سيبلك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. طب ما تجيب النسخة اللي انت عايزها، أول إصدار منها. تمام، اللي هي متحدثة، مثلا النسخة دي أو النسخة التانية، تحطها في ملف عندك، تخش على الملف من جوه ال MT مانجر. هتعمل ايه بقى؟ هتيجي عند الكلمة دي كده، تيجي عند التاني واحدة اللي هي كلاون APK، ضغط عليها، تفعل علامة الصح دي، تفعل علامة الصح دي وتفعل الزر ده وتعمل اوكي. تأكد ان هما شغالين. استنى لحد ما تحمل بالشكل ده، هتحمل كده بأنجلها تاني. برضه دي النسخة، فلو حد عايز يغير له النسخة دي، يغير له لون سماوي مثلا، بيبقى لون جامد برضه، هبقى احطه في النسخ. عندك هنا كل اللينكات بتاعتي في قلب النسخ. تمام.
يعني النسخة أنا عاملها للاستخدام الحظري بس، مش عاملها استخدام لحد استخدام شخصي والكلام ده كله. استنى لحد ما دي تحمل معاك وتظهر لك نسخة تانية منها، فاستنى واجيلك تاني. تمام، بعد ما تحمل معاك هيظهر لك نسختين بالشكل ده، واحدة باللون الأسمر وواحدة باللون الأخضر. هتمسح اللي باللون الأسمر اللي هي فوق دي، اللي أول واحدة دي تمسحها، تعمل ديليت. أوكي، هتلاقي اللون الأخضر بقى باللون الأسمر، ما علينا ماشي. هتعمل بقى انستل، تثبتها. استنى كده، طلع علامة التثبيت وتثبتها عندك، وبس كده يكون النسخة اللي بعدها اتحدثت. ولما دي تتحدث هتستنسخ واحدة جديدة، تعمل دي برضو تاني، تيجي عند تاني واحدة اللي هي كلون اي بي كي، تفعل الزرار ده وعلامة الصح دي لو مش تفعلها تفعلها وتعمل اوكي لحد ما يظهر معاك نسخة جديدة، وتمسح القديمة اللي هي دي وتثبت الجديدة وتعمل نفس الحوار في الصفرة والنسخة التانية لحد ما كل النسخ اللي عندك تتحدث معاك. فدي الطريقة دي أسهل طريقة اللي انت تحدث بيها بدل تغيير الحزمة والكلام ده كله. دي تعمل بيها أكتر من 100 نسخة انت لو عايز، بس الأفضل انك تجيب نسخة واحدة وتشغل عليها أرقام كتير. لو انت معندكش مساحة وكده، تيجي إضافة رقم وتضيف أرقام كتير كلها في نسخة واحدة، ممكن تحط 20 رقم في نسخة واحدة بدل 20 نسخة، هتخفف مساحة. تمام، فأنا هسيبلك كل اللينكات بتاع النسخ دي واللينك تيم مانجر في وصف الفيديو. بس الأول يا صاحبي متنساش تقدر وتعمل شغل القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهسيبلك برضو لينك للفيديو للروابط المستخدمة، لا تخش على الروابط يعني. الفيديو ده سيبهولك في وصف الفيديو عشان تعرف تحمل، لو انت مبتعرفش تحمل الرابط المختصرة هتخش على الفيديو وتسمعه وهتعرف تحمل كل حاجة. تمام يا شباب، كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. سلام يا شباب.